انا بحبك جدا يا تيتا، شكرا قوي ان انت اديتيني الهدية الحلوة دي. على ايه يا قلبي، انت تستحقي اي كل حاجة، غير ان انت اميرة المملكة وورثة العيلة المملوكية. انا بحبك قوي قوي يا تيتا، ربنا يخليكي ليا يا رب يا حبيبتي. ما جوعتيش ولا ايه؟ جعت. طيب يلا بينا على الاكل. تمام، تقدري توديها دلوقتي قبل ما جلالة الملكة وجلالة الاميرة يجوا. يلا يا جلالة الاميرة ملكة علشان تقلعي التاج وتدخلي تنامي. تيتا بس انا كده هنام بدري. لا خالص، انت عارفة ان كل اميرة وكل ملكة لازم تنام من الساعة 8 بالليل للساعة 9 الصبح، وانا كمان هدخل انام دلوقتي. تصبحي على خير يا تيتا. هاتي حاضر. تصبحي على خير يا روح تيتا. هنضف لك السرير الاول يا جلالة الاميرة. تمام، انا كده لميت كل حاجة. يلا جلالة الاميرة عشان تنام. بس انا مش هنام غير من دبدوبي يا روح، يعمل زي الملك الصغير. جلالة الاميرة انت كده خلصتي كل حاجة، يلا عشان تلبسي التاج بتاعك. تيتا ايه يا قلبي؟ تيتا عايزة ايه؟ تعالي اقعدي جنبي. بقولك يا تيتا، مش انا بقيت عندي دلوقتي 10 سنين؟ احلى 10 سنين، احلى اميرة عندها 10 سنين. ايوه يا قلبي. تيتا عايزة ايه؟ بصي يا تيتا، انا عايزة الصراحة حيوان اليف يبقى مع جنبي. انا الصراحة عايزة يبقى الصرصورة اخت، لان انا بحب قوي 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 صرصورة. وكمان عايزة حاجة تحبني، ونفسي قوي قوي في قطة الصراحة. بصي، انا ما قريتش قبل كده عن قانون بيسمح لاي حاجة بره العيلة المملوكية انها تدخل البيت، بس هشوف والله. يعني لو ينفع القطة دي تدخل القصر كنت هجيبها لك امبارح قبل النهاردة. يا رب يا تيتا، يا رب يا رب. صرصورة 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 صرصورة. جلالة الملكة مفيش وقت للتفسير. في ايه بس يا سليمان؟ حسب التتبعات الفلكية للقصر المملوكي هيكون في زلزال. جلالة الملكة، الأميرة ملكة فين؟ جلالة الملكة مش عارفة تتنفس تحت الأنقاض. الأميرة اختفت. تيتا سيبيني يا تيتا، أنا خايفة يا تيتا. اخيرا اليوم المتعب ده خلص اخيرا. لا هنا استني، بقولك ايه يا هنا؟ عايز ايه يوسف؟ صح، قلتلي ان انت هتكلمني في اخر اليوم. لا الكافيتيريا عشان عايزه اقولك على حاجه مهمه جدا. ضروريه قوي يعني؟ ضروريه. ايه ده عازم يعني؟ لا هسمع بقى. ايوه يا ستي، ده حاجه مهمه جدا، ما تجيش في اللي هعزمه دلوقتي. هتاخده ولا ايه؟ معلش اتفضلي. قول بقى عايز ايه؟ بصي، مش انت عايشه لوحدك وبتقولي وقت ما احنا كنا بنجمع، وقت ما المدير كان بيسألك على بياناتك عشان تشتغلي في الشركة، انك ما تعرفيش اي حاجة لان حصل لك حادثة وفقدتي الذاكرة، ده اللي بس انت اللي فاكراه وسبتيه على الله حتى ما كملتيش تعليمك؟ بالظبط، كل المعلومات دي عني. الحادثة دي كانت من 10 سنين، الدكتور بيقولك مع الوقت تفتكري منها شوية حاجات، يعني قبل ما الحادثة تحصل. ايوه يعني ايه الكلام دلوقتي؟ كانوا في فترة بيقولوا ان الحفيدة اللي هي اميرة المملكة ماتت في الحادثة، لكن لقوا لها اثر وعرفوا انها مفقودة مش ماتت، يعني موجودة. فانتي طالما كده ممكن تبحثي. ايه انا؟ يعني كل الناس اللي مثلا عايشة لوحدها هيجي عليا انا اقبل ملكة؟
ايوه، الجدة بتدور على حفيدتها على قد ما تقدر، وعاملة ان هي مفقودة، وجالها اكتر من بنت دلوقتي، بس اترفضوا كلهم لانه ما يعرفوش السر. ممكن تكوني عارفاه. انا فقدت الذاكرة. بعدين انا اصلا مش عارفة اسمي الحقيقي، ده لقب. هنا ده لقب. هتسيب كل البنات وتيجي عليا انا يعني؟ يمكن. وديني بقولك اهو، يلا نجرب. احنا فيها ممكن حد يضحك عليها على اساس يعني ان انا الملكة. والله ما تعيشنيش ايه. على العموم انا قلت لكم يمكن معاكي حق، مش انتي. على العموم دلوقتي رقمي معاكي، عايزه اي وقت اتصلي بيا وانا هحاول اوصل. انا ما كنتش هقول ليكي كده بالذات غير اني شكيت، وغير طبعا اني اعرف اوصل. ما كانش كده ما كنتش يعني تعبت نفسي ولا عزمت ولا اي حاجه. زعلت قوي يعني. عليك يا طنط انانيس. السلام عليك يا حبيبتي. انا هدخل، هاتي المفتاح. طب بصي بالمره بقى، بقولك ايه، كان في بقى ورقتين تلاتة كده عايزين نبيعهم، حتى لو تاخديهم ببلاش. الملكة وزعتهم في كل حتة. خديهم وقريهم كده، شوفيهم، عشان الملكة قالت لازم يوصل لكل اللي في المدينة. اتفضلي، هم 10 صفحات. اقرا 10 صفحات عن الأميرة المفقودة. معلش يا حبيبتي، بس يعني دي كانت اعز حاجة عند جدتها. اتفضلي. طب وانا مالي؟ معرفش بقى. استغفر الله العظيم، الموضوع جري ورايا ورايا. ده ايه الفندق المشعوذ ده؟ كل شويه يطلعوا بحاجه. ده احسن لي ارجع البيت بتاعي. ايه كل المعلومات دي؟ الساعه دلوقتي كام؟ خلاص العشاء تحت، انا هنزل واجي انام. انا هدخل انام بقى. انتي مريتي بحادثه صعبه قوي، كنتي تحت الانقاض، فقدتي ذاكرتك. ان شاء الله هتفتكريها تاني. ايه ده؟ ايه الحلم ده يا رب؟ هو الدكتور ده كان بيسألني ليه؟ ايوه، انا افتكرت. وانا عندي 10 سنين حصل لي حادثة. الدكتور ده كان بيكلمني من 10 سنين. هو في ايه؟ بسم الله، بسم الله. الساعة كام دلوقتي؟ انا هنزل افطر واروح الشغل على طول واقول ليوسف. اخيرا يوسف رن. الو يوسف، ما كنتش انا عايزة ارن، بس ضروري جدا. انا مش قادرة استنى اكتر من كده، لازم دلوقتي حالا او وقت البريك نتقابل في الكافيتيريا مثلا. لا انا محتاجة بجد. ماشي. عايزين اعزمك المرة دي كمان. مش وقته دلوقتي، عايزة اقول حاجة مهمة جدا. خير يا هنا؟ بص يا يوسف، الصراحة لما قلت لي كده رحت الفندق اللي انا عايشة فيه، انت عارف. طبعا الموضوع انتشر جامد، وجدة الأميرة المفقودة وزعت بقى كتب وكده عن رواية حفيدتها، والمكافأة اللي هيلاقيها، مش عارف ايه كده. فبدأت أتعمق شوية في الموضوع، وأنا داخلة أنام افتكرت حاجة. يعني كنت في الحلم عندي 10 سنين، وانا فعلا دلوقتي عندي 20 سنة وانا مش في الحلم. انا بعد ما صحيت صدعت وافتكرت ان حصل كده، وافتكرت فعلا ان من 10 سنين الدكتورة قالت لي انك مريتي بحادثة. الحادثة دي يعني عملت لك فقدان ذاكرة، ومع الوقت او مع الاحداث اللي هتمري بيها في حياتك الذاكرة هتبدأ تجيلك. وانا بعد الكلام اللي انتي قلتهولي امبارح والشكارة اللي بينا، الصراحة استبعدت، وكده كده اصلا يعني كنت بحاول فيك الامل. طب والله مش مهم رأيك، المهم دلوقتي انت تعرف مكان يعني الملكة دي. انا محتاجة اشوفها، او على الاقل احاول معاها. ما كانش كده يبقى خلاص. تمام يا ستي، هوديكي وانا عارف مكانها، بس هي منعزلة اكيد، يعني مش في المنطقة الشعبية دي، موجودة في اخر المدينة. طب يلا، انت مستني ايه دلوقتي يعني؟ انا عايزة النهاردة قبل بكرة لو سمحت. قالت يا ملكة، حاولي تصدقيني. امير طلعها برا ارجوك. قالت يا ملكة، انا صدقيني حفيدتك، مش هتلاقيني. قالت الملكة ارجوكي.
ايه يا بنت، احنا كده اتغنينا ولا ايه؟ بقيت الملكة خلاص؟ ملكة ايه يا ماما؟ مش بتصدقني اصلا. ما اكيد كانت عايزة دليل، يعني عايزة حاجة. ما دورتيش ليه؟ وانا اعرف لها منين كلمة سرهم دول؟ والله انا عرفت يا جلالة الملكة حضرتك. ليه مختارة البيت ده بالذات عايشة فيه عقبال ما البيت الملكي يتجدد؟ عشان اشم شوية هوا. عارفة الاستغلال وكميته اللي هيجوا اكيد. طيب جلالة الملكة حضرتك يعني ما شاء الله، ليه ما تجيبيش بيت جديد؟ ده ورث من اجداد اجداد اجدادنا، يعني اكتر من 3 قرون. القصر ده معانا، يعني ما ينفعش اجدد في حاجة. انا ملكة حاليا، في بعدي ملكة، في بعدي ملكة. ما ينفعش ولا ملكة تغير فيهم الاساس المملكة يعني. ما ينفعش ولا ملكة فينا، ولا اميرة حتى، ولا ملك ولا امير انه يغير حاجة في المملكة. لان الجدة الاصلية سونيا عملت في العهد بتاعها، اللي هو بتاع المملكة اللي انا ماسكاها حاليا، ان ما ينفعش حاجة تتغير، وما ينفعش البيت ده يتغير مهما كان. واحدة عايزة تخش، خليها تخش. بصراحة ياما قبلك اترفضوا، بس انت حظك حلو. اتفضلي. كذلك انا مبسوطة قوي اني شفتك تاني. الحركات دي مش هتمشي عليا. 1000 واحدة كانت قبليكي وقالت الكلمتين دول. لا يا جلالة الملكة، والله انا حاسة ان انا البنت دي، يعني الصراحة انا حاسة كده، لاني وانا همشي مع احساسك ولا ايه بقى؟ طب جلالة، لا خدوها. اتفضلي معايا بالادب لو سمحتي. استني جلالة الملكة، استني يا جلالة الملكة ارجوكي. جلالة الملكة استني ارجوكي، عايزة اقولك على حاجة. استنى بقى. في ايه يا بنت؟ انتي معصبة كده ليه؟ جلالة الملكة انا عايزة اقولك على حاجة وانتي مش راضية تسمعيني. انا افتكرت الحادث. حادث؟ دقيقة. دلوقتي حالا اتصل بنرمين. نعم جلالة الملكة، انا طلعت الاميرة. اسكتي. في ايه يا جلالة الملكة؟ مال حضرتك معصبة ليه؟ هو اكيد هي اللي عملت المجلات اللي هم 70,000 نسخة وزعتهم على كل المدينة. ايوه انا اللي عملتهم، وتواصلت مع حضرتك بس على التليفون. بالظبط كده. انتي كتبتي حاجة عن الحادث، هي اختفت ازاي؟ اللي هي الاميرة اختفت ازاي؟ ولا قلتي اختفت وبس؟ لا، قلت اختفت وبس. ماشي، شكرا يا نرمين، شكرا، اتفضلي. ماشي، هو ده السؤال بس؟ مفيش فلوس؟ هكلمك بعدين يا نرمين، اتفضلي. في وقت، في موضوع موتر شوية الملكة، اتفضلي. طيب برضه انا مش مصدقة. لو انت بجد حفدتي اللي انا عمالة ادور عليها، هتقولي ايه كلمة السر؟ والله يا جلالة الملك انا مش فاكرة حاجة. انا حلمت بحاجة، وانا فاكرة ان من 10 سنين كان عندي 10 سنين، لان انا دلوقتي عندي 20 سنة. وافتكرت الحادث، وبعديها قمت وقت ما كان كل ال الطوب علينا، وكلمت الدكتور بعديها، بعد ما راسي وجعتني ونمت تاني، وقال لي ان انتي ذاكرتك. لا يا جماعه، هي متوتره. اطلعوا بره، انا عايزه اكلمها على انفراد لو سمحتوا. انا الصراحه مش واثقه فيكي. سر ما بيني وما بين حفيدتي، يبقى انت كده حفيدتي. انتي اسمك ايه؟ انا ما كنتش فاكره حاجه، واتسميت هنا. هنا؟ ايوه، ده كان اكتر اسم بتحبيه، او حفيدتي بتحبه يعني. انا مش هطول عليكي كتير. لو ما افتكرتيش دلوقتي، انا هنسى كل حاجه، ومش هثق فيكي. لو ما قلتيش دلوقتي غصب عنك، طالما الدكتور قالك انها تفتكري بالموقف، انا هطردك ومش هيهمني. لا انا مش فاكره. اه يا راسي، اه، اه يا راسي. مالك؟ في ايه؟ ايوه انا افتكرت حاجه. الدبدوب بتاعي، صرصوره.
يا راسي. مليكة، يا مليكة، اخيرا الزمن جمعنا ثاني. مليكة انت كويسة دلوقتي يا مليكة؟ وحشتيني قوي يا مليكة، كل السنين دي عمالة ادور عليك، 10 سنين يا مليكة. رجعت الأميرة الجميلة لأسرها أخيرا بعد 10 سنين.